بسم الله بديت وعلى نبينا صليت. اليوم جيت نحكي لكم حكاية ولاد الخبزة. كان تكان وكان الله في كل مكان، وكان تحبق السوسان في حجر النبي العدنان. كان في شي وقت من الأوقات تتعيش واحد العائلة فيها غير البنات، 3 شقيقات والرابعة ربيبة. كان باهم تعاملهم معاملة وحدة، ما كان فرق ما بين الكبيرة والصغيرة، كل وحدة عنده أميرة. إلا أمهم دايرة فرق كبير ما بين بناتها اللي من الكرشة وربيبتها اللي في عقلها ما دخلتها. من كبرات وعات هي اللي تتقضي وتنضي، ثم تفضي تجلس على الغوزة الطرز ولا تخيط، ومنين عليها تعيط تلقاها قدامها سترعد من الخوف. سرها ديما مقدور، صباها غير تيشوف، عيال الحلوف غير تيحنت، وهي بتمارة فحنات. وعاد كلفتها يوميا تعجن خبزة لكل واحد فيهم، خبزة الأم تكون وافية شوية عليهم. إيوا تعجن وتعاين حتى تخمر، وتجمع العواد وتحمل الفران وتطرح وتفرق، تستحضر القدرة على الكانون، تحرك وتمرق وتحلب وتمخض اللبن. الجهد ديالها تدفن في ديك الدار. إيوا في واحد النهار مع الزربة والخلعة والتلفة نسات ونبزات من خبزة مرت باها. قالت لها يا أمي، حيت هي اللي رباتها، قالت لها يا أمي راه نسيت ولا من شهر حصل هاد الأمر، وإلا بغيتي نمشي ندبر على خبزة في قياس خبزتك ما فيه ما نهز قرصتك وضربتك. قالت ليها والو، من خبزتي نخلاق. وحتى حل معاها ملاق وبدات تعاير وتسب وتضرب باللي لقات في يديها. والبنت مسكينة ما لقات غير رجليها سبق الريح، ومرت باها تابعها وتصيح بغيت خبزتي، عطيني الخبزة ديالي. بتشير باللي لقات قدامها. تخيل البنت غبر وتلفات ما بين سواقي وشجر، وبلا ما تفكر في الأمر قررت ما تولي، وبدات لروحها تسلى غير مخبعة والطل. وفي الليل تيغطيها غير شعرها الطويل الكحل. حتى لواحد المرة قررت تبدل المكان تلقى فيه شي اطمئنان. تمشات مسافة بعيدة حتى عيات، وهي تصادف واحد العزيب واسع وعريض وبنيه غريب. طلت ودخلت وما لقات حتى واحد فيه، وتعجبات كيفاش حتى واحد ما حاضي. شربت من عيونه الكثير وكلات من خير الشجار، وحسات بالنعاس دوخ ليها الراس. ايوا تكات وتمدات وغمضت عينيها وتراكين طلقت ودنيها، ولكن طلقت ودنيها عارفة راسها خلا ماشي منزه في رحلة، والله بغات تغيب وهي تسمع صوت غريب. يلا حلوا البيبان وفرشوا بالزربة للسلطان، راه وصل هيان. ايوا بالزربة تنصبوا الخيان، عامر تعمل كل شي كيعمل لا خد الحكام. والبنت مسكينة غير شافت ما شافت، وهي تلعتم وبدات تخمم بحال اللي حصلات. السوار عالية والحراس عينيهم تلقات الجوان. خمت مزيان وهي تدخل ما بين الغنم اللي عددها كان كثير حدا جنب البيت. المهم بعدا تبقى حدا الماء. اي والله نجاها وحداها. ايوا السلطان من ارتاح طلب مراية الهند، وهو يبان ليه منظر من بعيد وسط الغنم طرف كحل وبلا ما يتعجل. قال له بزيرو شوف
قال له إيه يا مولاي، هذاك شي حاجة ماشي خيال. ودغيا طاحت له في البال، قال ليه يا مولاي بالحال توجد قصعة ديال الكريد بفروج بلدي لذيذ، يكون مالح ماشي مسوس، يبان حس هاد القنوس. الإنسي لا فيه الجوع ياكل، والجني ما يقرب لطعمنا، وفي لحظة كلشي يبان قدامنا. وهداك ما كان يا الإخوان، ملي وجدوها حطوها ليها كلات وبردات، ومن البير شربات. كهم يعرفوا إنس ماشي جان، هو يقول لهم السلطان حضره قدامي اللي كان، وغير بالدرافة كل طافة، وكسيه بشي لحافة. إيوا بالخف حضر البنت وهي تترعد، ماشي من القرد ولكن من الخوف. تتلقاو سنانها وتكمشو يديها، هو يقول لهم خليوها. ومن شاف فيها وتمعن، شاف قدامه جمال كيفتن، وعاود فتح عينيه مزيان تتيقن، وقال له زيرو أمرهم يجمعوا باش نرحلو. إيوا بدا المستشار يشرح له، يطلع في البنت مزيان، ومن اللبسات زادت تواتات، وصبحات لالت البنات، وفي وسط القبة دوات، وقاع من وتد الهاد العظيم، وصبح المنة الكريم اللي كرمها من بعد الخوف. إيوا الملك فيها غير تيشوف، تعنو على عرس السلطان الزين الفتان، رقصت الناس والموسيقى دوات، وحتى الطيور غنات وقالت هنيا وهنيا من الخبزات هنات، سعدية الريم يا زينة البنات. إيوا بالزربة دربات على الجو الجديد، وكان كل يوم عندها عيد. إيوا واحد النهار سمعت واحد الصوت حزين من بعيد تيسعى، وكنا كنسعاو باب الله، وهي تأمر لوصيفة تدخلها وتغسل ليها، ومن الخيرات تعطيها، حيت عقلات على الشدات شحال من نهار ماكلات. شوية وهي تقول ليهم قربوها لي وخلوني معاها، بغيت نرتاح حداها. تعجبوا واستغربوا. شوية وهي تعقل عليها وقالت ما بين مرتبة كما دايرها سبة، ولكن المرا ما عقلات حيت البنية راه تبدلات. وهي تقول ليها واش عرفتيني؟ إيه تجاوبها المرا قالت ليها فكريني اللي نعرفهم بزاف. قالت ليها وفين بويا وخوتي؟ وهي تجاوبها وقالت ليها عليك انتي اللي هربتي، عطيني خبزة ديالي عطيني. بغات تحميها اللغوات وعلى الشر منوات، وهي تأمر حراسها الخاص يحملوها خارج البلاد ويسكنوها في دار الجواد، ما يخصها خير، وغدوها بحال شي طير في القفص غير الماكلة والنعاس. ومازال الطير تيغني، أما لالا هنو ما تهني ما تدني كيف تيقول المثل. إيوا واحد المرة السلطان الهمام قال الملكة أجي نبدلو الجو في جنة الخضر نتاع البصر. قالت له عمرك مولاي يتنفس في الحال، الرحلة كتغير الأحوال. إيوا أمر عامل الموكب يرحل، ومن باب الكبير جنان دخل، فوق ما تخيل وتحير في الشكال والنواع، وفرحات اللي جاء واد بقناطر وشلال مياهو تقاطر، عالشقة منظر وحتى الدالية من دخلة بحال الحرس من الجناب. وقت العنب طاب وسبحان الله عنقود كحل عنق عنقود بيض، منظر يفتن مالوش ندير في جنان الخير. إيوا حتى حلا زينتهم الجلسة، ومن البعد حاضيهم العسة، وهما ينبتو جوج قطيبات صغار قاع من تابو ليهم النضار، كلها حياة في جهة. وسمعت خطيب تيقول عطيني خبزتي، والاخر ترد عليه ما عنديش. والملكة بقات تصيك وتضحك، والملك ما فهم والو حيت ما سمع والو، ووجه سؤالو ليها إيوا ضحكينا معاك رحنا زعما حداك. قالت له يا مولاي لا ما كاينه حتى حاجه،
غير ضحكتو كان، قال ليها ما كاينش شي ضحكة بلا سبة. هو بغا يدير من الحبة قبة ودارها، وبغواتو شعل نارها، ومنين بغات داويها تعماتها، ومنين خرجت كلمتها بقات تريد فاتها. قالت له يا مولاي اللي ضحكني هو داك المنظر نتاع العناد، الكحل اللي معلق العنقود الابيض. هو صباحها بالجهد وفهمها غلط وما كفاها حلوف ولا تعيط. قال ليها عينك في عبدي، انا غادي نطير له الراس بيدي، وانتي واش تخطيه وحكامك غادي يكون قاسي، والغدرك ما ناسي حتى الموس. وهي الخوت لهلا ينزل علينا باطل، راس العبد بسيفو طار، وهاد السر بقى غير في وسط الدار. مرت السلطان كل ليلة تتحمل الراس المقطوع، تطوف بيه بالحفا والجوع. مسكينة أشهد العذاب، الحق كلشي مقدر ومكتاب. إيوا في شي يوم من الأيام حكيمة نساء سميتها نشمة بغات تبيع عقد الجوهر، تقصدات دلالة معروفة. قالت ليها هاد ليام السوق بارد والحركة عيانة، سلعتك مزيانة ولكن غالب الله ممكن تبيعين لمرت السلطان، بعدا عندها وهانية وصافي ليها الحال، غير سيري لا تتسخى بالمال. ايوا الحكيمة شاوروا عليها المشاورية، قالت ليهم غادي نسلم هاد الهدية للالة البنات. ايوا الملكة صرفت بحال ما وقع والو، رحبات بيها واستقبلتها وفي وجهها ضحكات. ايوا تعاودوا الخبارات ولقات الحكيمة ما جايبة خبار، وبدات الهضرة على ما حكاتو الدلالة الحكيمة الفهيمة. وردت عليها الملكة انا خاطري هاني غير سيني صيتي حد بلا وتفرج على غريبي ومحيني غير سيني. وفعلا في واحد ركينة تخبعات الحكيمة، شافت تبهضات حتى عيونها دمعات وما صدقات. وحيت كملت المرأة يفلات رشاتها بميها حتى لعقلها رجعات، وقالت ليها ايوا كيف جاك عذابي. ردت عليها الحكيمة غادي تفاجئي بسبابي، العبد غير سبب والله يفتح باب الخير والتيسير. ودابا سمعيني مزيان ووشميها في هاد المكان، غدا يبغوا يحملوا لك الراس وفضي وقولي لا وصوتك يتعلى عليهم، تيجي اللي تآمر عليهم وقولي ليه لا، ومين يسولك قولي له ماشي نتا هو قحطة بن زهران. وداك الشي اللي كان فقال ليها واش كاين شي سلطان شهر مني؟ تردت عليه قالت سول الحكيم الشجعان. وغير جاوبو الحكيم بيه، جمع العدة والحتاد وصل غد ليه خوا البلاد، بعديا وصل للبلاد المقصود وشوفوا الله المعبود تمهل السباب. والبنت بعدا هاد المدة تهنات من العذاب. ايوا استقبلوا الملك قحطان بعد الراحة، حكالو مزيان كلشي بالتفاصيل. ايوا هو يجاوبو الملك قحطان يبان ليك غير شك اما عينيك كنت كيتي الله يهديك، دابا راه خيط المحبة تقطع وبقات عيني الملك تتدمع. قالو يا سلطان لا تبكي عندي لك الحل، تاخدو عندي عاد ترحل. هادو كاسة ديال القرقاعات مبخرين بهو البنات، وغير توصل تهات الأولى نص النهار والثانية ونص الليل، أما الثالثة مع الفجر. وغير صبر غادي ينبت كاع المحبة، وهادي راه غير السبة. هو السلطان بعد مدة وصل قرب ورغب
وما جا. يعني كملتها لك القرقاع. كتا الملكة نهات هاد الحركة صداع العفريت ظهر فين كان، وقال لها أنا مأمور ناخدك في الحال عند الملك قحطان. إيوا بلا ما تفكر تحسنات في الأمر ووافقات قدامو وهو كينظر. هو ينطق وقال تعطي ربي الفول اللي ما عنده سنان، كيفاش يفرط في هاد الزين الفتان. هو ملي وصلات عند الملك قحطان أو يسول على صداقة، قالت له صداقي تجيب الباقي من خوتي، ولا كان عايش با وحتى مرت با. هو يأمر واحد العامل عفريت عنده جاب المطلوب، والسلطان تحقق المرغوب. والسلطان القديم ناس من الكروب. نتوما يا سيادتي على الله كونوا قطعتوا القلوب. الصابر فينا هو المحبوب، وبنادم راه حجر وطوب. وهكذا حجيتنا مشات مع الواد، قام يفهمها غير الجواب. خليتكم على خير، نتلاقاو في حكاية جديدة إن شاء الله.